شكرا زميلي حامد. أجواء استثنائية هنا في ملعب سان سيرو استعدادا لتتويج انتر، المباراة التي سيرفع فيها انتر كأس البطولة. رفض أن يخرج فيها خاسرا، حارب حتى النهاية حتى تمكن من تسجيل هدف التعادل. نتحدث مع نيكولا ريثما تحين لحظات التتويج حول هذه المباراة. كيف عاد انتر ولماذا فشل لاتسيو بالحفاظ على هذا الانتصار؟ نيكولا كومبليمنتي بير نيكولا تهانينا بالتتويج. مباراة رفض فيها الانتر الخسارة، ولكن في هذا اليوم المميز انه عادل في النهاية. بالفعل فقد الكثير وضيع الكثير من الفرص، ولكنه كان يستحق على الأقل تسجيل هدف تعادل. ولكن عندما نشاهد أداء اللاعبين ربما لم يكونوا في المستوى الذي تعاهدناه، لأن لاتسيو كان يريد الفوز ولديه رغبة أكبر بالفوز بهذه المباراة، ولكن هناك لاتسيو تحصل على الأسبقية، كان عليه أن يستفيد من هذه الأسبقية، ولكن لاتسيو في النهاية كان سلبيا. أنت مقتنع بأن الإنتر وهجمات الإنتر في الشوط الثاني؟ نعم، كان من الضروري قيام ببعض التبديلات، خاصة دخول بعض الدماء الجديدة، وفي النهاية أعتقد بأن النتيجة كانت عادلة. شاهدت أيضا أن هذا المشروع سوف يكون مشروع كبير في المستقبل. لم يكن أيضا سعيدا حتى رغم أنه سجل الهدف بالنسبة لدومفرينس، ولكن مع هذه الجماهير الكبيرة أن تخسر للأسف، بأن بالنسبة للأسف لسومر الذي كان عليه أن يحافظ على شبكة نظيفة. قبل المباراة تحدثنا بأن أن تودر دخل المباراة بتشكيلها غريبة بعض الشيء، وفي البداية استطاع أن يسجل. أعتقد بأنه قام بخيارات صحيحة. النتيجة تعكس ذلك حقيقة، ولكن عندما نشاهد طريقة اللعب أعتقد ربما الإنتر هو لم يكن في مستواه، ولكن لو شاهدنا بعض اللاعبين أيضا يمتازوا بالنزعة الهجومية مع زكاني أيضا، والكثير من اللاعبين في وسط الملعب خلال غياب بروفيديل الحارس الاحتياطي. قدم مباراة رائعة، والبروفيديل دائما الحارس الأساسي. بروفيديل حارس كبير، وقع منذ فترة بسيطة تجديد عقده، أعرفه شخصيا، كان لديه إصابة في الكاحل ويريد أيضا أن يتشافى خارج أسوار نادي لاتسيو، مما أغضب الإدارة، لكن الأمور في الأخير عادت لمجاريها. ولكن بالنسبة لي أعتقد بأنه هو الحارس الأساسي بالنسبة للاتسيو.